ما صار الكل يمعي. لا حدا يكون مثل هدول الناس، لا حدا يكون مثل هدول الناس. تمام؟ كل واحد فيكم له شخصية، كل واحد فيكم رب العالمين خلقه له شخصية وله قيمة وله رأي. ما هيك؟ ما لا تتأثروا بآراء حدا، أهم شيء والله لا تتأثروا بآراء حدا. يفوت واحد مثلا يقلكن، أو يطلع واحد على السوشيال ميديا مثلا يقلكن، لا تأثروا حتى برأيي، لا تتأثروا. أنا عم قلكن لا تتأثروا برأي حدا. بيطلع واحد بيقلكن بكرة بعد فترة بعد 5-6 سنين بيقلكن استغفر الله العظيم رب العالمين كيت وكيت وكيت، تصدقوه انتو والله. انتبهوا، لأنه الإنسان إذا تعود يمرق تعليق يسمعه، أول مرة بيقراه بيتضايق، ثاني مرة بيقراه بيتعود، ثالث مرة بيقراه بيحبه، رابع مرة بيقراه بيتبناه، خامس مرة بيقراه بيقوم بيكتبه. وهذا الرأي، هذا الرأي اللي عم يتبناه أو التعليق هذا اللي عم يتبناه، هذا بيروحوا والله. مزبوط يا جوكر، مزبوط والله تماما. لا تصنعوا فتن، لا تعملوا فتن. الواحد مثل ما قلت لكم، انا بدي اوصل لمرحله مثلا. انا خلينا نفترض عندي تارجت بهي الحياه، بدي اوصل لمرحله بدي اقعد اشتغل عليها، بدي احط الاسس وعندي 1 2 3 4 5. اليوم شو سويت، بكره شو سويت، بعد بكره شو سويت. حبايب قلبي هاي شغله بالنسبه للتعليقات. تاني شغله، مو اي حدا، انا قلت لكم مو اي حدا على السوشيال ميديا بيحكي كلمه تنزل العالم فيه شو وما تأثروا. مو اذا واحد والله قرر انه متضايق من فلان او حكى من فلان الناس تلحقه. لا، ما بيصير. الدنيا في كل انسان له قيمه، وكل انسان له حدود، وكل انسان له تأثير، وكل انسان ما هيك يا حبايب. في واحد يعرف كم رصيدك بالبنك، اذا بقول لك تنفلش. عندي رصيدين انا، واحد بالدنيا وواحد بالاخره. اذا بتسالني قديش رصيدك بالاخره، الله اعلم. تمام. انك ميت، كملوها، انك ميت وانهم ميتون. اسمعوا بقى صوت المطر. هاي ومنكم نستفيد يا شباب. هاي شو رح سمعكم بهي صوتين. اول صوت هو صوت المطر. صوت مطر. تمام. هلا رح سمعكم صوت النار.
شو الفرق؟ التنتين بلاستيكي، بس التنتين جابوا شو؟ الضدين. معناها الكلمة بتحمل معنيين، كيف بده الواحد بيفهمها. فانتبهوا، الكلمة اللي بتحكوها في البدء كانت الكلمة، في البدء بدء الخلق كانت الكلمة. الكلمة إلها معنيين متناقضين تماما حسب نيته للإنسان. في واحد بيقول مرحبا، مرحبا في نيته يقول مرحبا يسلم، في واحد بيقول مرحبا في نيته بده يعمل شغلة ما منيحة. بالمرحبا بالتنتين. مثل ما طالعت صوت المي بتطالع صوت النار. الشغلة اللي بتقروها إلى بعد تاني، دوروا دائما على البعد التاني. في شيء لازم ينفهم بدون كلام طبعا. دوروا دائما على البعد التاني. شو البعد التاني من الكلمة اللي هلأ عم نقراها مثلا؟ لأنه حتى فترة قراءتكم لتعليق معين، انتوا عم تقروا تعليق معين، حتى هي فترة قراءتكم لهذا التعليق حاولوا انه ما تندموا انه قريتوه، لانه بتكونوا ضيعتوا ثواني من عمركم. انت لما بدك تقرا هذا التعليق، احسنت اخي الكريم، فيه اطراء. طب احسنت اخي الكريم كذا بفيدني او ما بفيدني؟ دي يا ريتني ما قريته. طب راح عمري، راح 3 ثواني وانا عم بقرا. مزبوط. دائما يا حبايب، دائما حبايب القلب، دائما ان كان الموضوع هلا اللي عم بيصير، الموضوع اللي هلا عم بيصير او اي موضوع تاني على السوشيال ميديا، مو الغرض من السوشيال ميديا الترند، مو مهم الفقاعة. الترند اسمه فقاعة، تطلع هيك، بس الفقاعة بتفقس خلاص بتروح. والله في شيء تاني، هو المياه اللي قبل ما تطلع هي الفقاعة او هذا السطح اللي فيه مي ولا فيه نفط ولا فيه اللي هو تطلع الفقاعة منه. هذا الأساس اللي هو شو؟ اللي هو كلياتنا وبيطلع واحد فقاعة، بيفقع هيك وبينطفى. كلياتنا نحن المهم، مو الفقاعة اللي بتطلع. أنت متلقي أهم من أي شيء آخر. ليش؟ لأن أنت عبارة عن فرد عم تاخد معلومة من مكان ما، هاي المعلومة عم تتأثر أنت فيها، عم تأثر فيها، عم يتأثروا فيها أهلك اللي بالبيت. فأنت ما عدت فرد، أنت المحيط اللي حواليك، اللي هن أمك، أبوك، أختك، أخوك، ابنك، بنتك، ستك، جدك. 8. أنت عبارة عن 8 أشخاص وأنت تاسعهم. فتخيلوا أنتوا 9 أشخاص، واحد بيكونوا قاعد على السوشيال ميديا. أنت مو أنت. تخيلوا أنتوا 9 بالبيت اللي ذكرتهم، 9 أشخاص بس، وفي ناس أكتر. تخيل أنه أخوك الصغير قاعد على السوشيال ميديا، قام سمع شو فلان الفلاني والله قال شو، حكى كلمة أنا اتضايقت منه والناس ضايقت منه وأنا اتضايقت منه. قام هو هاي المضايقة حطها بالبيت تبعكم. أنت بتكون قاعد مبسوط، عملت شيء بحياتك اليوم، عملت شغلة منيحة، رحت يا أخي صليت، ارتحت، قمت، حطيت، سويت شغلة منيحة. لأنه هو اتضايق أعطاك طاقة سلبية. من ايه جابها؟ من راسه؟ لا، من هون. أراها هون، سمعها هون. ليش شفتوني ساكت وبعدت وما بدي اسمع هذا الكلام؟ لأن كل الكلام غلط اللي انحكى، واللي كانوا الشباب معنا كل الكلام غلط اللي انحكى. غلط ما بينحكى يا جماعة. في قيم. الدول وأفعال الدول ما بتنحكى على السوشيال ميديا،
ما تنحكى، لا تتأثروا بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا فقاعة، السوشيال ميديا فقاعة. راح اقول لك شو، انت اللي فايت من جديد، فايت هيك من الباب للطاقة، تعال استلمك ابو ضحكتين، تعال دقيقة شوي بدي استلمك انت سو كولد، تعال وينك؟